في السياسة أخطر حاجة مش اللي بيحصل، أخطر حاجة ازاي بيتحكي، لان نفس المشهد ممكن يتباع للعالم كثورة شعب وممكن يتباع كمؤامرة خارجية. واللي حصل في ايران الايام اللي فاتت مش انتصار ومش هزيمة، لكن اعادة ترتيب للمشهد قبل الضربة. خلينا نبدأ من اللي نقدر نثبته. في احتجاجات واسعة في ايران، وفي قتلى، وفي عنف، وفي ضغط حقيقي على النظام. ده مش رأيي، ده تقارير دولية. في نفس الوقت النظام الايراني استخدم الادوات المعتادة لاي دولة محاصرة: اعلام، دبلوماسية، واستعراض شارع. مفيش دليل قاطع ان كل اللي في الشارع مخربين، ومفيش دليل ان كل اللي في الشارع ضد النظام. احنا قدام مجتمع منقسم تحت ضغط تاريخي. ايران عملت حاجة ذكية، مش خارقة لكن محسوبة: استدعاء سفراء اوروبيين. ده اجراء دبلوماسي معروف. مظاهرات مؤيدة للنظام، ايوه حصلت، والارقام الحقيقيه محدش يقدر يثبتها بدقه. لكن الرساله مش في الرقم، الرساله في الصوره اللي بتقول النظام مش لوحده والشارع مش كله ضده. هنا ايران ما كسبتش المعركه، لكن منعت سقوطها الاعلامي الكامل. فجاه نبره واشنطن هديت، كلام عن تفاوض، عن دراسه خيارات، عن عدم جاهزيه فوريه. طيب هل ده تراجع؟ لا. هل ده تهدئه تكتيكيه؟ غالبا. امريكا لما تحس ان الخصم لسه واقف بتبطأ، مش شفقه لكن حساب تكلفه. واسرائيل بتبص على المشهد وبتحسب اي ضربه دلوقتي ممكن توحد الايرانيين بدل ما تكسرهم. الخطر مش ان ايران كسبت، الخطر ان العالم مستني اللحظه الصح، اللحظه اللي فيها الاحتجاجات تضعف والسرديه تتشوش والتدخل يبان كضروره. ودي اخطر مرحله، لما الصمت يبقى اعلى من الصواريخ. اللي حصل مش مكسب ومش انهيار، اللي حصل هو هدنه سرديه قصيره. ايران اشترت وقت، الغرب عاد الحساب، والملعب لسه مفتوح. السؤال مش مين كسب، السؤال الحقيقي مين بيحضر للضربه اللي مش باينه. ولحد ما نشوف الكلام على ايه، ما تنساش تتاكد انك عامل لي فولو وسبسكرايب علشان دايما هتلاقي هنا الخلاصة مع اسلام. ودائما وابدا تحيا مصر، وسلام عليكم.